عملت لكم بقى تتبيله تحفه مع الفراخ او اللحمه، طالعه تجنن. بصوا الفراخ طالعه جوسي ازاي، فظيعه. اول حاجه هحط في الكبه طماطم، توم مفروم، فلفل حامي او رومي، بصل وليمونه. هحط كل ده كده في الكبه وهضربهم كويس، وهزود معاهم شويه ميه علشان انا عايزه الخضار ده كله يبقى شبه العصير شويه، عشان انا هاخد ميته بس. هنا انا زودت شويه ميه وبعدين بقى هصفيه. بصوا انا هنا لما زودت الميه فهينزل اكتر عصاره منه ممكنه. هنا بقى هصفيه كويس جدا، وكل الخضار اللي هيطلع ده انا مش هرميه، انا هشيله في طبق على جنب. هقول لكم هعمل بيه ايه. هنا بقى التتبيله او ميه الطماطم والخضار اللي انا عملتها، هحط عليها واحده زبادي وهقلبها كويس، وهزود خل وزيت. وكمان عندي التوابل عباره عن ملح، فلفل اسود، بابريكا مدخنه، كزبره ناشفه، مرقه فراخ فوريه، سنه قرفه. لو في توابل انتوا مش بتحبوها شيلوها، لو في حاجه انتوا بتحبوها حطوها. وهنا كمان حطيت دبس رمان ومعلقه صلصه. طبعا عندي الفراخ مغسوله ونضيفه فله ما فيهاش اي حاجه، كنت حطاها في محلول نقع عباره عن ميه وليمون وملح وسكر، سبتها ساعتين وبعدين صفيتها ونشفتها. عندي الفراخ زي الفل، حطيتها بقى في التتبيله دي، وكل ما سبتوها في التتبيله كل ما اديتكم طعمها احلى. انا هنا سبتها ليله كامله. هنا بقى بعد ما طلعتها تاني يوم من التلاجة، بصوا جبت شبكه حطها على صينيه وهرص عليها الفراخ، وبقيه التتبيله هحطها في ارضيه الصينيه. وفاكرين الخضار اللي زاد مننا برضو هحطه في ارضيه الصينيه. دخلتها الفرن على اعلى حراره، قعدت بالظبط ساعه. بصوا الفراخ هنا طالعه تجنن، جوسي جدا، طريه، مستويه حلو. فكره الشبكه دي مخليها كلها تسويه واحده. انا هنا قطعتها علشان كنت عايزه التتبيله تخش في كل الفراخ. بجد التتبيله رهيبه. وهنا كمان بقى حبيت اديها طعم الفحم، حطيت فحمايه وعليها نقطه زيت وغطيتها شويه. الفراخ بجد يا جماعه رهيبه. التتبيله دي على فكره تنفع كمان للحمه، ولو شويته كمان على الفحم هتبقى احلى واحلى. جربوها والف هنا وشفا.